مفيش أحلى من صوت قرمشة قطعة بنية عاملاه بإيدك في البيت من غير ما القشرة الخارجية تفك عنه وبدون بقسماط، وكل المكونات عندنا في البيت. هنحتاج بصلتين كبار علشان نص كيلو من البانيه. هنحط عليهم معلقة صغيرة من الفلفل الأسود ومعلقة كبيرة من الملح وربع كوباية من الخل ونعصر 3 ليمونات، وبس كده من غير أي إضافات تانية. وهنضربهم كويس لحد ما يبقوا زي العصير كده. هنجيب قطع البانيه ونضيف عليها الخلطة بتاعتنا، وبعد كده هنسيبهم في التتبيلة لمدة 2 ساعات. لو ما عندكيش وقت ممكن نص ساعة، ولو انتي من قبلها بيوم برضو تقدري تحطيها في التلاجة من قبلها بيوم. وبما ان دايما بنسمع كلمة البانيه جنب المكرونة، فيلا نشوف طريقة عمل احلى صوص مكرونة ممكن تاكلوه. اول حاجة هنحط في المية معلقتين كبار من الملح ونضيف الاسباجيتي، بنضيفها كاملة وبعد دقيقة واحدة بتنزل كده كلها وبتطرى، بنقلبها بقى مع بعض. بعد ما بتستوي بعد 7 دقايق بنشيلها ونصفيها. هنعمل بقى صوص المكرونة الخطير. أول حاجة هنجيب بصلاية مفرومة ونضيفها على الزيت، وبعد ما تدبل البصلاية كده بنضيف معلقة من الثوم المهروس ونقلبهم كويس. بنضيف بعد كده مجرد ما بيتبلوا عصير الطماطم، وبعد كده بنضيف مرق الدجاج ومعلقة كبيرة من الملح ومعلقة من البهارات البيضة ومعلقة صغيرة من الفلفل الأسود، ولازم معلقة صغيرة من السكر لأي طماطم علشان حموضة الطماطم. بنقلبهم بقى وبنغطي عليهم لحد ما تتسبك، ونشوف كده الزيت بدأ يظهر فوق الطماطم. بكده خلاص بقت التسبيكة بتاعتنا جاهزة عندنا. بنضيف بقى ليها المكرونة وبنقلبها وبنسيبهم على جنب لحد ما نجهز البانيه. الطبقة الخارجية للبانيه هنجيب كوبايتين من الدقيق. نجهز بقى مقدار معلقة صغيرة ممسوحة من كل نوع من البهارات اللي قدامكم دي: فلفل أسود، بصل بودر، توم بودر، بابريكا، كركم، ونص معلقة صغيرة زنجبيل، ومعلقة مليانة صغيرة من الملح. بنقلبهم كده كويس. بعد كده بنجيب البانيه وبننضف كده التتبيلة اللي موجودة عليه. هنا خلاص كان البانيه اتشرب كل التتبيلة تمام. وخلي بالكم الخطوة اللي جاية مهمة جدا علشان هي دي اللي هتخلي كفر البانيه الخارجي ما يفكش من عليه. جبنا منديل وبدأنا كده نمسح كل السوائل اللي موجودة علشان تساعدنا ان احنا اما نيجي نكمل بقية الخطوات الكفر يلزق. يبقى هي دي خطوة مهمة جدا لازم تعملوها عشان القشرة ما تفكش منكم. هناخد 3 معالق من الدقيق اللي احنا ضفنا ليه البهارات، هنضيف عليهم ربع كوباية من المية وبيضة واحدة. هنبدأ نقلب وبنضيف كمان شوية مية. كل ما بنقلب شوية بنضيف شوية من المية لحد ما يبقى الخليط كده معانا سايل بس تقيل، شبه خليط الكيك بالظبط. بعد ما يجهز معانا هنجيب كيس تلاجة وهنضيف ليه قطع البانيه، وبعد ما نضيفهم كلهم هنجيب نفس الدقيق اللي احنا حطينا ليه البهارات. هنحط كده 3 معالق أو 4 على حسب ما يقبل معاكي الدقيق، ونرجهم كده كويس. وهنبص نلاقي كل البانيه في خطوة واحدة اتحط عليه الكفر الأولاني. هنجيبهم بقى هنا في الخليط اللي عملناه وهنقلبهم كده مع بعض. طب وبعدين هنرجع تاني بعد ما يتقلبوا كده كويس وهنضيفه للدقيق من غير بقى بقسماط، من غير فيجيتار، من غير ما نشتري كريسبي جاهز، من غير اي اضافات، دقيق بس وتوابل. وبنرج كده الرجة دي علشان تبقى تاخد الشكل الخارجي اللي احنا بنشوفه وبيفتح النفس على الاكل. وبنجيب في زيت سخن كده على نار متوسطة وبنبدأ نضيف البانيه. بيكون يا جماعة الزيت يعني جزء من الغزارة، يعني لازم يبقى فيه شوية زيت كويسين. بنقلب بقى كده قطع البانيه. كل ما بتستوي بنفضل كده مستمرين في التقليب. شايفين يا جماعة؟ شايفين قد ايه لونه ذهبي وطالع مقرمش ومستوي كويس جدا. بنشيل بقى قطع البانيه وبنحطها على شبكة كده أو مصفى علشان يفضل محافظ على القرمشة بتاعته. كل ما بنقلي في الزيت بيقع كده فتافيت من الدقيق، فبالمصفى كده بنشيلها أول بأول علشان دي ما تتحرقش وتلزق في البانيه اللي بعد كده، ويفضل كل الأدوار بتاعة البانيه دايما لونها فاتح معاكي. لما بتيجي تضيفي الدور التاني أو التالت هيترص بدقيق كده ويعمل لون غامق زي ما انتوا شايفين، هيركن مع الزيت فوق قطع البانيه. بعض القطع مش كلها فين من الدور الاولاني، فهنقلب علشان ينزل وبيرجع تاني فاتح زي ما انتوا شايفين.
دي تريكات يا جماعة لازم تخلوا بالكم منها، بتخلي قطع البانيه لآخر قطعة بتقلوها لونها فاتح كده. وغرفنا بقى المكرونة ونحط كده رشة من الكزبرة مع البانيه، وهتاكلوا أحلى طبق مكرونة بالبانيه. مش أي بانيه يتعمل يبقى بانيه، لازم تريكات كده معينة تتعمل عشان يطلع بالجمال ده. شايفين هنا الكفر ماسك عليه ازاي والطعم جنان. يلا جربوا الطريقة دي وإن شاء الله تعجبكم وتعتمدوها، وبألف هنا عليكم مقدما.